مرحبا بكم. يبلغ عدد المدن التي تقع تحت الأرض في كابادوكيا بتركيا أكثر من 200 مدينة منتشرة في المنطقة كلها، وعلى الأرجح هناك المزيد من المدن التي تقع أسفل السطح في انتظار أن يكتشفها أحد. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. من كل المدن التي تم اكتشافها تحت الأرض حتى الآن تعد الأكثر إبهاراً هي مدينة دارينكيو. تم اكتشاف المدينة في عام 1963 عندما كانت عائلة من سكان المنطقة تجدد المنزل، فكشفت أحد الحوائط عن ممر مؤد إلى هذه الشبكة تحت الأرض. وطبقا لناشونال جيوغرافيك تتكون المدينة من 11 طابق تحت الأرض، ويبلغ عمقها حوالي 280 قدم حتى حجر الأساس. تقع على مساحة 4 أميال مربعة. تتضمن المدينة معابد ومقابر ومتاجر وأماكن للمعيشة وحظائر للماشية. كما تم تشييد أكثر من 15,000 فتحة للتهوية في تصميم المدينة، بالإضافة إلى وجود الغرف الكافية ل59,000 ساكن. تحتوي المدينة تحت الأرض على ممرات ممتدة ومتصلة بأنظمة آبار المياه الجوفية من أجل توفير المياه. أما المثير للانتباه بشأن هذا العالم تحت الأرض فهو النظريات القائلة بأن ساكني المدينة كانوا يختبئون من شيء مروع. إن المدينة مزودة بنظام تأميني معقد يتكون من تصميم معين مصحوب بالعديد من الأبواب الحجرية العملاقة تغلق المدينة إغلاقا محكما. بالإضافة إلى ذلك هو تصميم متعدد الطبقات بحيث يمكن إغلاق كل طابق بشكل منعزل عن الطابق الذي يليه وباستخدام نفس النظام. ولكن مما كان هؤلاء الناس يختبئون أيا كان، لقد فضلوا الهرب من الأمر بدلا من مواجهته. تم حفر هذا التكوين في الصخور تحت الأرض بشكل متقن، وهو بذات المتانة حاليا مثل يوم تشييده، ومن الممكن أن يستوعب الزوار مثل علماء الآثار والسائحين بشكل آمن. أيا كان من قام بتشييد هذه الشبكة فقد كان على معرفة متطورة بالنحت في الصخور والفن المعماري والهندسة والجغرافيا المحلية. تبين أن معرفة عمر هذا التكوين أمرا صعبا للغاية نظرا لعدم وجود محاجر أو أكوام نفايات أو أدوات لفحصها، وعلاوة على ذلك ليس هناك ثمة سجلات توثق بناؤه أو من كانوا قد عاشوا به. إلى جانب أنه ولسوء الحظ كانت العديد من الثقافات قد استخدمت المدن المشيدة تحت الأرض على مدار القرون. وبالنسبة لليونسكو يعتقد أن أول علامات على النظام الرهباني في كابادوكيا ترجع إلى القرن الرابع. كان ذلك بناء على تعليمات القديس باسيليوس الكبير، وذلك من أجل صد هجوم العرب، وبالتالي فكان يجب على الجميع التوحد سويا في مجتمعات صغيرة والبدء في العيش داخل خلايا محفورة في داخل الصخور. وبالتالي تشير مودرن أكاديميا إلى أن هذا التكون قد تم تشييده بواسطة سكان فريجيا في عام 800 قبل الميلاد، وعلى الرغم من ذلك هناك احتمالية قوية أن يكون هذا التكون أقدم من ذلك بكثير. فيما يعتقد البعض الآخر أن هذه الكهوف تحت الأرض تم تشييدها بواسطة الملك الفارسي جماشد، ويقال أن الملك جماشد والذي وصف بالأسطوري قد عاش أكثر من 900 عام، ويقال أنه قد قام ببناء هذه المدينة تحت الأرض بناء على أوامر من الأهورا مازدا، وهو إلههم كما يعتقدون، ذلك من أجل حماية الناس من شتاء كارثي. ومثل ما حدث مع النبي نوح عليه السلام تم أخذ الأوامر من جماشد لجمع زوج من أفضل الحيوانات والبشر بالإضافة إلى أفضل البذور من أجل إعادة زرع الأراضي بعد انتهاء طوفان الشتاء، وكان هذا قبل العصر الجليدي الأخير أي قبل 110,000 عام. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.